نقل وليد ابن اليمن البالغ من العمر 30 عاما إلى مستشفى الملك خالد بنجران في حال طبية طارئة. شظايا متعددة بلغت 15 شظية استقرت في جسم وليد. فالصاروخ وصل أودى بضحية واحد من الأفراد اللي كان يخرج بالقرناصة و7 جرحى، أنا من بينهم. سلم الله الحمد لله، البقية ما وقع بهم شيء. أنا شظية أثرت على جانب القلب، فتم إسعافي إلى هنا المملكة. سنتيمتران طول الشظية التي أخرجها الطاقم الطبي من جراحين وأخصائيين في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد. نقله فورا على غرفة العمليات في مركز الأمير سلطان، واتعمل له جراحة قلب مفتوح، وقدرنا نحن نستخرج الشظية اللي كانت موجودة تقريبا على الشريان الأبهري، وده الشريان الرئيسي للجسم كله الحمد لله. أكاذيب الميليشيات المستمرة بشأن عدم استهدافها المدنيين كانت غير ذلك، فهذا مواطن يمني يروي كيف كان عرضة لنيران الميليشيات، وكيف أن السعودية قدمت له الخدمة الطبية دون النظر إلى هويته أو منطقته. الساعة 2 بعد الظهر كاتوشة من جبل هيلان إلى المستشفى أثر زيارة، كنا في زيارة، فجت كاتوشة أصابتني أنا والدكاترة وتوفى الدكاترة وإحنا جرحى مننا، والحمد لله الآن شظايا في كل جميع أجزاء الجسم حتى في مستوى الكبد شظية. السعودية ومع زيادة معاناة اليمنيين بسبب تعنت الميليشيات ورفضها السلم تجدد تأكيدها أن أعمالها الإغاثية والإنسانية وخدماتها الطبية التي تقدمها للشعب اليمني ستستمر لتخفيف الألم والمآسي في ظل الانتهاكات اليومية التي يواجهونها. هاني الصفيان، العربية، منطقة نجران.